السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم زينب كيتشن. في فيديو اليوم راح نحضروا مع بعض رز مفور بكبد وقوانص دجاج بطريقه بزاف بسيطه وسريعه في تحضيره، يجي بنين خفيف وعلى حبه. على بركه الله نشوفوا طريقه التحضير مع بعض. نجيب ان بول ونحط ملعقه كبيره طماطم مصبره، نزيد حوالي نصف كوب زيت والتوابل، ملح، فلفل اسود، كركم وكمون. نخلط الكل ونفرغه في صحن التحضير. نزيد حشاوش اللي كنت قطعتهم من قبل، معدنوس، قزبر، نعناع أخضر وبصلة مقطعة. نزيد كبدة دجاج مغسولة ومقطعة قطع صغار ماشي طيبة، ونزيد كذلك القوانص اللي كنت طيبتهم في الكوكوطة من قبل في الماء وملح وفلفل أسود، قطعتهم قطع صغار. نزيد جلبانة، نتوما الكمية اللي حبيتو، كما تقدروا تعوضوها بالحمص. في الأخير الرز من النوع المفور غسلته، نخلط الكل مع بعض مليح. من الأحسن تخلطوا بيدكم باش تحسوا أن المكونات امتزجت مع بعضها مليح. نحطهم في الكسكاس، نغطيه ببابي كويسون ونحطه يفور مدة 45 دقيقة أو أكثر. بعد ما فورته نفرغوه ونشربوه بالمرقة اللي طابت فيها القوانص وهي باردة طبعا، مش كامل الكمية، حوالي كوبين نتوما وكمية الرز اللي درتوه. نمرق ونخلط في نفس الوقت. نغطيه ونخليله الوقت باش يشرب. نعاود نفورو مدة 15 دقيقة فقط، لكن هاد المرة ما نغطيش. هنا راهو طاب وراهو جاهز، ريحته هايله وتشهي، فيه ريحه العصبان لكن خفيف وما يقهمش. نتمنى يكون عجبكم، ما تنساوش لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. شكرا على تعليقاتكم وتشجيعاتكم، انتظروني في فيديو قادم مع وصفه جديده. مع السلامه.